عارفين ليه فخر العرب مش مهتم انه يتكلم عن فلسطين ولا هيتكلم؟ ارغي يا عم الأمور. وده علشان سببين اتنين مالهمش تالت، وعايزك تركز قوي في السبب التاني. طرطق ودانك واسمعهم كويس، ومعلش الكلام هيوجع حبتين. السبب الاول عشان هو عارف اننا كعرب بالبلدي كده طق حنك، اخرنا كلام مفيش فعل، وكلها يومين ثلاثة وهنرجع زي لا مؤاخذة تعرفهم دول نشجعوا تاني. والله يا فخر العرب والليله اللي انت عارفها دي. ايوه زي ما بقول لك كده، وعلشان ما تاخدكش الجلاله قوي بس وتقول لي ازاي، اقول لك لو فخر العرب دلوقتي نزل الشارع في اي بلد عربيه هتلاقي 1000 واحد بيجري برضه زي لا مؤاخذه اللي انت عارفهم، يتصور معاه ويتمسح فيه. وسيبك بقى من الهرايين بتوع تمجيد الاساطير واعداء النجاح والشويتين اللي ملهمش اي لازمه دول. السبب الثاني والاهم ان فخر العرب حاسس انه قاب قوسين او ادنى من البالون دور، ومتهيأله ان الساحه فضيت بعد ما ميسي وكريستيانو ومشوا من الدوريات الكبرى ومستواهم ما بقاش زي زمان. وعلشان ياخدها لازم يبقى الغرب راضي عنه، وعلشان الغرب يبقى راضي عنه فلازم الزهايمه يرضوا عنه. مشيها الزهايمه عشان بيتقمصوا وبيحذفوا الفيديو. فهمت ايها العربي المهمش؟ فالراجل بيبص لمستقبله ومنتظر اهم حاجه في حياته، ورفض ملايين الخليج علشان ياخدها. تيجي انت بقى حته عربي عايزه يسمعك ويهتم لكلامك؟ يا اخي احمس، يا ريت بقى نبطل كلام كتير وروح مصمص شفايفك وشغل اغنيتين على اخواتك اللي كل يوم عايشين في رعب وقهر وانت مش عارف تعمل لهم حاجه.